الخوت اسمع عاد بوحنيكا شنو قال على الملاعب المغربيه يعني لاعب عالمي بحال محرز لعب جميع الدول، لعب جميع الملاعب الاوروبيه في اختلافاتها، وبنيه تحتيه اسطوريه في ملاعب اوروبيه، كاسانتياغو بيرنابيو، ملاعب انجليزيه الاتحاد، ويمبلي، وبزاف في المانيا ارياس ارينا، في ايطاليا سان سيرو. وشاف بان الملاعب المغربيه ملعب اسطوريه. هادشي محرز كيعترف، كيقول لك ان الملاعب المغرب ملاعب رائعه وجو رائع وبنيه تحتيه ممتازه. اسمع شنو قال هذا الاعلامي من بعد ملي اعترف يعني محرز. ولكن قبل ما نبداو الفيديو نقول لك كنت اول مره كتشوف القناه ديالنا الصغيره المتواضعه كما كتشوفها، تقدر تولي واحد من العائله ديالنا صغيره. خلينا الكومنتار ديالك لتحت سواء انتقاد او تشجيع من اجل تحسين القناه الخوت، ونبداو الفيديو. قائد المنتخب الوطني رياض محرز كان مباشرا وقال سنذهب إلى المغرب من أجل العودة بالكأس. نستمع. Inch'Allah, on va en Coupe d'Afrique pour essayer de la gagner, Inch'Allah. On veut vraiment faire quelque chose. Quand je dis faire quelque chose, c'est essayer de la gagner, voilà. Je pense que on n'aura pas d'excuses cette fois-ci par rapport au climat et au terrain. C'est les mêmes que dans notre pays. Donc voilà, on y va vraiment avec l'ambition de faire quelque chose. إذا رشيد عباد، هل هو ضغط إضافي ما قاله رياض محرز اللي قال ما عندناش ديزيكسكيوز الآن لترى نفسهم كما اللي عندنا في الجزائر، ولو نحن عندنا أحسن بالنظر لمشاهد عندهم احسن. كون كمل بلا مدير عندنا احسن. ما فهمتش انا هاد الناس هادنا شنو باغي يوصل. او لاعب عالمي كيعترف بقوه البنيه التحتيه المغربيه. جاب حنيكه مع رجال المغرب ولا وصل حتى مع الحدود المغربيه الجزائريه الوجده، ويقول لك عندنا احسن منه. شوفوا الخوت التيرانات اللي عندهم، هما التيران اللي عندهم احسن منا. كيدخلوا الكاميو وكيرشوا يعني العشب من اجل ترطيب العشب. الخوت هذا هما هنا افضل منا بطبيعه الحال، افضل منا وبكثير. فانا غادي نلحقوهم حنا وما راهم هاربين علينا في الكاميونات والتيوات وكيرشوا الملاعب بالتيو. هذه ما عمرنا جاتنا للبال وما عمرنا غادي تجينا للبال. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس راه لابرم ديال بصح، راه شويه باقي لهم شويه ويمشي لهم الريزو بسبب المغرب. ولكن انا ماشي غاديش نرد عليه انايا، حيت نتوما عارفين الجواب ديالي. غادي نجيب له واحد يعني يعني صحفي محايد واللي غادي يرد عليه بالطريقه ديالو، وغادي نشوفوا هاد الناس فين يديروا وجههم. يلا اسمع. عارف يحب يتكلم على حاجه لازم يمشي فاش نقولوا للقلب الحاجه. تو استاذ الناس الكل تعرفوا استاذ ساعه اوتر شوز. هذا استاذ جو مولاي عبد الله في اسمه في الرباط في 4 في هذا عملوه في 8 شهر. هذا 8 شهر هذا عملوه في 8 والخصم ملعب ويمبلي بكل المعايير. الاستاد الثاني تاع مولاي الحسن عملوه في 8 و 9 شهور. والاستاد الكبير هذا الاستاد الكبير تاع مولاي عبد الله هذا عملوه في عامين. قديش؟ 67,000 متفرج و100 لوج و100 لوج. واسمعوا التكنولوجيا ما نجمش نحكي لكم الشيء اللي ريته في وسط الاستاد معناها سي كلكو شوز ديكسترا. هذا السيد زار الملاعب المغربية وكيعترف بقوة الملاعب المغربية والبنية التحتية المغربية الأسطورية بدون مجاملة أو عاطفة. ماشي هو مغربي باش يهضر لك الملاعب المغربية حيت هو مغربي ويشكر ملاعب يعني الملاعب ديال المغرب كما قال بوحنيك. قال لك حنا أفضل منا. باش أفضل منا؟ فهم الحجج البراهين الله أعلم. هذاك بون غازون، هذاك الغازون كله إبريد، والماتريال نتاعو أنا كنت نقرا عليه خيريته. الماتريال سوسون معني كل شيء روبوتيزي، معني توندوز روبوتيزي. ومشيت وحاجه خارقه العاده اللي اكتشفتها، مشيت لكومبلكس محمد السادس في غادي اللي هي لو سياج لا فيدراسيون رويال فيدراسيون دو فوتبول. اي قداش سيدي الوحده نتاعها؟ قداش؟ 39 هكتار. جابونا هذيك نتاع الجول. ما سمعش حلقه. ما يقدرش يدور شاب بصحه ديالو باللياقه البدنيه ديالو، ما يقدرش يدورها كامله برجلو. علاش؟ لانها كبيره ومساحه ديالها شاسعه. هذه راه مدرسه او نقولوا مدينه صغيره يعني في وسط مدينه الرباط، يعني اكاديميه محمد السادس. ها علاش تعلق المنتخبات المغربيه. ماشي انا اللي كنقولها، السيد اللي كيقولها. ندوروا بها
خاطر ورا الخيال انا نقولها بكل صراحه خرافي. وانا قلت لهم قالوا شو انا مش نقولها زداني جماعه اللي خدمت معاه في المغرب وكذا ما عليناش اخر كلمه قالوا شو كابتن. قلت لهم والله قبل احنا كنا نقولوا احنا قبل نقولوا مش ملكي اوروبا. انا مش نقولها بكل صراحه وهذا على مسؤوليتي. تو اوروبا تقول ان شاء الله نكونوا كالمغرب. اوروبا تقول ان شاء الله نكونوا كي المغرب. يا الله هذه الكلمه هذه كافيه وكلمه معبره وكلمه كتبين لك الخدمه الكبيره ديال المملكه المغربيه من اجل تطوير الكره المغربيه والبنيه التحتيه المغربيه الاسطوريه. لاعب مثل محرز لاعب عالمي، لاعب متمكن، كان من افضل اللاعبين الافارقه هذه شحال لما لا عالميا مع مانشستر سيتي وكذلك مع يعني الفريق اللي دا مع البريمير ليغ مانشستر ما بقيتش عاقل السميه ديالو الخوت مشات لي سميتو. المهم ما علينا. لاعب زار اكبر واعتى الفرق العالميه، لاعب لعب اقوى الملاعب العالميه على غرار كامب نو وويمبلي الترافورد سان سيرو الياس ارينا ملعب الاتحاد ملعب ليفربول بزاف. كيقول لك بان المغرب عنده ملاعب اسطوريه عالميه ويجيب حنا كيقول لك حنا عندنا افضل منهم باش افضل منهم الله اعلم. خلونا نتوما كومونتير جاوبوا في لي كومونتير باش افضل منا ونتمنى تولي واحد من العائله ديالنا الصغيره. السلام عليكم ورحمه الله.